السلام عليكم. اما تيجي تسمع خبر ان في 50,000 مشجع يحضروا مباراة الاهلي والهلال السوداني في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، لازم تفرح. اولا 50,000 مشجع ده كان رقم يصعب علينا تحقيقه، يعني بالنسبة لنا رقم خيالي. كان اخرنا 10,000 و15,000 مشجع، ده في ايه؟ في دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية. اما في الدوري المحلي والكاس كنا بنتكلم في 3,000 4,000 وبنتحايل في 500. يعني حاجة غريبة، يعني مكلفين ولاعيبه صارفه ولاعيبه راحه ولاعيبه جايه ومدربين وحكام وتصوير، وفي الاخر الاستاد فاضي. هي الكرة اتعملت ليه؟ للجماهير. فازاي بتخليها فاضيه كده؟ طب هل ده اثر بالسلب على الكرة المصريه؟ طبعا. مستوى الدوري بتاعك بيقل، اللعيب مستواه بيقل، المنتخب زي ما انت شايف منتخب الشباب والناشئين ما عندكش اصلا. اللعيب بيبقى هنا بيلعب بدون ضغوطات، الاستاد فاضي، فبيروح يقابل شباب الاستاد بيلاقي رعب في الاستاد من الجماهير. الترجي بيلاقي رعب، سان داونز، الهلال لولا هو متعاقب كنت هتلاقي رعب. ليه احنا موصلين لكده؟ هل مصر مش قادرة تأمن مباراة؟ لا، قادرة تأمن مباراة. مصر لو عايزة تأمن ايه هتأمنه؟ اقوى دولة في افريقيا هي مصر. طب ما احنا بنقدر نأمن المؤتمرات، بنقدر نأمن الحفلات. عندك حفلة كانت في عين شمس، في جامعة عين شمس بتاعت أحمد سعد، يعني قلة أدب، ولغاية دلوقتي عدت ومحدش اتسأل، وسوء التنظيم والكلام ده كله سيبك منه. لكن هل الكرة المصرية مش قادرة تأمن مباراة؟ لا، احنا قادرين، والأمن قادر يأمن 100 مباراة في نفس التوقيت، بس مش عارف في تريح دماغ. بس الحمد لله اللي الخطوة دي جت. 50,000 مشجع مش حاجة قليلة، ان شاء الله الجماهير تحافظ عليها. وخلي بالك الاستاد مليان كاميرات، اللي يتعاقب يا باشا هاتوا بلبوس علقوا على باب النادي، زي ما بيقول علقك على باب النادي هجيبك بلبوس، هاتوا بلبوس. اهم حاجة ما نرجعش الخطوة للخلف. 50,000 مشجع كويس، احنا عمرنا ما شفنا الاهلي والزمالك بيعانوا بالشكل ده. عندك الاهلي بيعاني اللي هو يصعد من المجموعة، عندك الزمالك السنة الثالثة على التوالي بيطلع من دور المجموعات. عندك احسن لعيبة، كواليتي اللعيبة بتاعك اعلى حاجة. الاهلي، وهل الاهلي والزمالك في مجموعتهم فرق تخوف؟ مع احترامي لا لا، ما تخوفش. عندك سان داونز هنا والترجي هنا، الزمالك خرج وادي الاهلي بيعاني. ربنا يوفقه ان شاء الله في الجوله الاخيره مع الهلال السوداني. كنا نتمنى الهلال يصعد معانا، بس خلاص كده سان داونز صعد، ونتمنى الاهلي باذن الله. الاهلي عنده 7 والهلال عنده 10. الاهلي محتاج يكسب بفرق واحد بس، يعني يكسب 1-0 يصعد، يبقى 10-10 في الاهداف في صالحه. الاهلي ليه 11 جون وعليه 8، ويبقى فرق 3 ليه. الهلال ليه 6 وعليه 3، فرق 3 ليه. فاحنا محتاجين نكسب 1-0 بس الهلال نصعد. طب لا قدر الله الاهلي لو جه فيه جون محتاج يكسب فرق 2، يعني لو الهلال لا قدر الله جاب جون يبقى احنا محتاجين نكسب 3-1، جاب جونين 4-2. ما تصعبهاش على بعضينا، الا بقى لعيبه الاهلي عايزه حاجه تانية بقى. عندك ما شاء الله 50,000 متفرج ومشجع، يعني هتلاقي الاستاد نار يا باشا. انت واقف على رجلك. الشناوي هنلعب بالليل، هنغير الكشاف عشان ما يجيش في عينك. خط الدفاع يجمد كده، بس تو وكهربا هيبدعوا باذن الله. فربنا يكرم الاهلي ان شاء الله، يبقى الصعود. وان شاء الله الاهلي لو صعد هيوصل لحته بعيده مع سان داونز. اتمنى لو انت لسه بتتفرج في الفيديو تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.